احنا داخلين على شتاء وكلنا بنجوع في الشتاء، لان السقعه بتخلي الجسم يفقد طاقه كتير، فعشان كده بنحس دايما ان احنا جعانين عشان نعوض الطاقه اللي فقدناها. فزقي جسمك كده بالكام كيلو دول عشان تنزليهم قبل دخول الشتاء، عشان ما تطلعيش من الشتاء تخنانه وتتضايقي من نفسك. هنجيب نص كيلو بطاطس، بيبقى في حدود 4 وحدات بالمنظر ده، وهنغسل البطاطس كويس جدا وهنحطها في ميه نسلقها او هنحطها في فرن البوتاجاز عشان نشويها. الاكل اللي احنا هنجهزه ده هنجهزه وهنقسمه على وجبتين. هنأخر وجبه الفطار شويه نخليها مثلا على الظهر، والوجبه التانيه ناخدها قبل ما ننام مثلا بساعتين 3. هو ده اكلنا على مدار اليوم. ادي البطاطس بعد ما سلقتها. انا سلقت البطاطس غسلتها كويس وحطيتها في ميه فيها شويه خل وفيها شويه ملح، وحطيت البطاطس زي ما هي بقشرتها. ومهم جدا ان انا لما اجي اسلق البطاطس او اشويها احطها في الفرن لازم اسيبها بقشرتها علشان ما تفقدش عناصر ومعادن مهمه جدا فيها. خدت البطاطس وبعد ما اتسلقت او اتشوت وقشرتها وقطعتها مكعبات بالشكل ده. هجيب دلوقتي البهارات بتاعتي وهحطها عليها. هاتي البهارات اللي انت عايزاها. انا هنا حاطه ملح وفلفل اسمر، بس الملح ما يكونش كتير، حبه صغيره بس تدي طعم. فلفل اسمر، حاطه شويه شطه كده عشان تبقى حراقه وسبايسي، وحاطه شويه كمون. حطي شويه زيت زيتون برضو ما تكتريش، يعني يا دوبك معلقه صغيره كده، وتقلبيهم على بعض. هو ده كده بالظبط اللي نيلي كريم قالت عملته، وقعدت على الرجيم ده 4 ايام، خست كل يوم نص كيلو. البطاطس دي وعليها زيت الزيتون والبهارات، البطاطس مسلوقه او مشويه، ومعاها بيضتين مسلوقين، ومعاها كوبايتين لبن رايب او زبادي. هو ده اللي كلته على مدار اليوم لمده 4 ايام بس. انا بصراحه لما جربته انا فعلا نزلت، بس انا ما حبيتش البيض المسلوق مع البطاطس، ما عجبنيش. انا استعملت نفس اللي هي قالته، بس حطيت شويه بقدونس كده، شويه خضره على البطاطس، ادت طعم احلى. وزودت كميه البطاطس شويه وعملتها زي ما قلنا على وجبتين 2 بس، مع كوبايتين لبن رايب او كوبايتين زبادي كبار. تقدري تحليهم برضو بسكر دايت، او تقدري تحليهم بمعلقه عسل. انا برضو عملت كده، وفعلا انا نزلت في 6 ايام 4 كيلو بالظبط. اخرك في الدايت ده اسبوع زي ما احنا اتفقنا، او 6 ايام. ما ينفعش تكملي اكتر من كده، لان انتي مش واخده كل العناصر اللي محتاجها جسمك. احنا بالدايت ده بس بندي كده زقه للجسم ان هو ينزل كده كميه محترمه من الدهون، عشان كده تتبسطي وتقدري تكملي. لو انتي عايزه تكملي دايت وتخسي، تكملي يعني في نظام دايت وتخسي بيه، او لو انتي مش محتاجه اكتر من الكام كيلو اللي انتي نزلتيهم دول. المهم ان انتي بعد كده ما تفتحيش بقى في الاكل جامد وحلويات وحاجات وكربوهيدرات ونشويات والحاجات دي، عشان ما تضطريش ترجعي تاني الوزن اللي انت فقدتيه. البطاطس من الحاجات الحلوه قوي اللي كلنا بنحبها، والكربوهيدرات المعقده اللي بتقعد في المعده وقت طويل، بتاخد مده عشان تتهضم، فبتدينا احساس بالشبع لفتره طويله، وطبعا مليانه فيتامينات ومعادن للجسم. زيت الزيتون كمان اللي احنا حطيناه في البطاطس من الدهون الصحيه اللي بتدي احساس بالشبع لفترات طويله، وبتحسس الجسم كده، بتديله طاقه ونشاط. كوبايتين اللبن الرايب او الزبادي اللي احنا بناخدهم برضو ليهم دور مهم جدا. اللبن الرايب او الزبادي من الحاجات المريحه جدا للمعده، بتسهل عمليه الامعاء عشان ما يحصلش امساك. كمان بتدي احساس برضو بالشبع، ده غير طبعا الفيتامينات اللي فيها من الكالسيوم والمعادن اللي بتدي احساس كده بالشبع، وبتدي نشاط وبتدي طاقه حلوه قوي للجسم. هو ده اكلك على مدار اليوم، وما تقلقيش صدقيني، ما تتخضيش وتقولي لا انا مش هقدر. لا، سمي بسم الله كده وابتدي، وهتلاقي الموضوع حلو جدا، وان شاء الله مش هتحسي بارهاق ولا تعب خالص. عايزه تشربي اي مشروبات على مدار اليوم، اشربي اللي انت عايزاه، ليمون، شاي، قهوه، نسكافيه، ولكن من غير سكر ومن غير لبن. لو انت عايزه تحطي لبن في مشروباتك، بتشربي مثلا كاكاو، بتشربي قهوه باللبن، شيلي كوبايه من الكوبايتين دول، ما تاخديهاش، خدي بس كوبايه واحده لبن رايب او زبادي، وخلي الكوبايه التانيه اللي هي كوبايه حليب اقسميها على المشروبات اللي انت بتاخديها. وبس كده، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.